أنا مؤمن دايما إن المحرك الأول لكل شيء بيتحرك في الكون هو إرادة الله. ربنا عايز ده يحصل فبيحصل، لكن هل إرادة ربنا تعفينا من المسؤولية؟ ما كانش بقى في جنة ولا نار. السلام عليكم. في أي بيت أو سكن طلبة أو أي مكان بيعيش فيه أكتر من شخص، لو أنت لسه داخل المكان ده لأول مرة وعايز تعرف مين كبير القعدة دي أو مين اللي مسيطر في المكان ده، ما تتعبش نفسك كتير وتقعد تدور وتفكر. هو في اختبار واحد صغير قوي هتعرف منه مين أكتر حد مسيطر في المكان ده. الاختبار ده اسمه اختبار الريموت. اللي معاه ريموت التلفزيون هو أكتر حد مسيطر في البيت. واللي عنده أطفال بقى من حضراتكم هيفهم كلامي ده كويس قوي. الأطفال هم اللي في الغالب معاهم الريموت، وكلنا بنتفرج معاهم على كرتون إجباري. ده أنا أنثى السنجاب خدت مني رقات. أصل هي برضه ظاهرة غريبة شوية. يعني إيه حد بيخليك تتفرج على حاجات ملكش فيها عشان هو عايز يشوفها؟ يعني إيه يخليك تشوفي ماتشات كورة وإنت مش عايزة، أو إنت تخليه يشوف مسلسلات تركي وهو مش عايز؟ ما هي حاجة من الاتنين يا جماعة. يا اللي في إيد الريموت شخصيته قوية قوي، يا أنت بتحبه قوي، وفي الحالتين هو هيكون ليه تأثير على أفكارك، عشان ذوقك مع الوقت هيتغير وهيبدأ يتقبل الحاجات اللي بتتفرج عليها. اللي فات ده كان مقدمة لموضوع الحلقة. خلينا بقى نقفل الصفحة دي هنا ونتكلم في موضوع تاني. حضرتك متفق معايا إن كل مجال ليه نجومه؟ يعني مش هنعرف نتكلم عن التمثيل مثلا من غير ما نجيب سيرة أحمد زكي. مفيش حد مهتم بالكورة أو حتى كل معلوماته عنها إنها مدورة ما يعرفش محمد صلاح. كلمة مطرب لو ما جابتش في دماغك عبد الحليم حافظ هتجيب مين؟ الشيء الذي يدعو للتأمل بقى إن كل الأسماء دي ما طلعتش من الفراغ كده. دول أكيد طلعوا وسط ناس كتير. يعني محمد صلاح وهو رايح التمرين بتاعه في المقاولين وبيشتري علبة الكشري ام 2 جنيه اللي بيملاها شطة ودقة عشان يزود الكمية ويشبع، أكيد ما كانش لوحده، كان معاه زمايل كتير. في منهم اللي في نفس ظروفه وفيه اللي أحسن منه. أحمد زكي وهو بيتنطط بين مسرح معهد الفنون المسرحية ومسارح الدولة عشان مخرج يشوفه ويديله فرصة، كان ليه زمايل تانيين بيطاردوا الفرصة زيه. عبد الحليم حافظ مش الشاب الوحيد اللي جه من الشرقية للقاهرة عشان يغني. كل واحد من دول وغيرهم كان عنده مشوار طويل قوي، قابل فيه اللي أحبطه واللي اتريق عليه واللي قال له يعني انت هتبقى ايه يا اخويا يعني. لا استبعد ان محمد صلاح مثلا في يوم من الايام حد اتريق عليه وقال له انت فاكر نفسك هتبقى رونالدينيو. ممكن ما يكونش قال له رونالدينيو بالتحديد، يعني ممكن يكون قال له مارادونا ولا بيكيه، لكن الأكيد إنه سمع جملة من العينة دي. لكن خلينا متفقين إن أبو صلاح حقق نجاحات كلنا فخورين بيها دلوقتي، وبقى بينافس كل عظماء اللعبة دي في التاريخ، مش اللي موجودين دلوقتي بس، لا، كل شخص ناجح عنده مشهد متكرر في حياته وقف فيه مع نفسه مليون مرة وفكر يبطل ويشوف له بقى حاجة تانية مفيدة يعملها. كل واحد في الأسامي اللي ذكرتها دي وراه قصة طويلة ما نعرفش منها غير آخر لقطة، وراه ناس كتير كانوا ماشيين معاه أو ماشيين قدامه وسبقهم كلهم، ومنهم اللي اتنسى ومنهم اللي محدش عرفه أصلا ومنهم اللي رجع من أول الطريق. هل الموهبة لوحدها اللي فرقتهم عن بعض؟ هل أحمد زكي ومحمد صلاح وحليم هم أكتر ناس موهوبين في جيلهم والأجيال اللي بعدهم واللي قبلهم؟ طب هل الجهد والتعب بس؟ هل مفيش حد تعب أكتر منهم وما وصلش لحاجة؟ شوف، أنا مؤمن دايما إن المحرك الأول لكل شيء بيتحرك في الكون هو إرادة الله. ربنا عايز ده يحصل فبيحصل، لكن هل إرادة ربنا تعفينا من المسؤولية؟ ما كانش بقى في جنة ولا نار. السؤال بطريقة تانية، هل لو قدرت توفر نفس الظروف بالظبط لمجموعة من البشر هيوصلوا لنفس النتائج؟ الإجابة لا طبعا. طب ليه مع إن الظروف تطابقت؟ أقول لك، عشان العقليات اختلفت. مفيش مثال أوضح للتطابق البشري أكتر من التوائم. 2 إخوات عاشوا مع بعض في نفس الوقت جوه بطن نفس الأم، اتولدوا في نفس اليوم وأخدوا نفس الشكل، وفي أحيان كتير نشأوا في نفس الظروف، ومع ذلك هل كل توائم العالم تشابهت مصائرهم زي ما تشابهت ملامحهم؟ الإجابة برضو لا، علشان العقلية، والدليل فاطين وميشو. كل إنسان من وقت ما بيدخل الحياة لحد ما يخرج منها بيمر بسلسلة من الصراعات.
لكن دايما صراعه الرئيسي مع عقله، مع أفكاره. في واحد بيتحدف بطوبة يرجع عن طريقه، وواحد تاني بيتحدف ب1000 طوبة يجمعهم كلهم ويبني بيهم برج عالي يقف جواه فوق كل اللي حدفوه بالطوب. دماغك هي اللي بتحركك، عشان كده ما ينفعش تسيب الريموت بتاعها في ايد حد غيرك. انت لازم تتحكم في دماغك كويس قوي وتسيطر على افكارك بايد من حديد. قبل ما تحاول تبدأ في اي حاجة لازم تراجع باستمرار كل تصوراتك القديمة. هل معلوماتك عن نفسك صح؟ هل فكرتك عن قدراتك مظبوطة؟ هل رؤيتك للحدود والحواجز اللي قدامك رؤية حقيقية ولا مزيفة؟ هل دماغك بتشتغل معاك ولا ضدك؟ وده السؤال الأهم. وكل سنة وانتم طيبين.